عارف يا هاني، الصبح اول ما صحيت من النوم انا صحيت على زعيق الجيران اخا الراجل ومرته. ايه حصل؟ هي تقول له عايزه نطبخ ملوخيه النهارده، وهو يقول لك عايزين باميه مجففه. يا عم تجيب سيره الناس يا عم، يا عم ادينا صيام يا هاني انا ما جبت يا عم بلنجه، ادينا صيام، حرام عليك ما تجيب سيره الناس يا عم بلنجه. انا رميت ودني الدختي، انا حطيت ودني على الحيطه عليها وزر دي. لما ليه؟ ها؟ ايوه ما ليه؟ دي كده بتسلط عليهم، يمكن في كلمه سر هو مرته يا اخي. يا راجل ايوه حرام عليك، دي اكبر حرام. وهو صح هو صح حرام. ودينا رمضان ادينا صيام يعني. انت يعني مش هينفع انت ولا مخلي افطار ولا مخلي صيام. عارف يا هاني، وبرضه اول امبارح صنطت عليهم، لقيته بتقول له ايه؟ ابى تحبني؟ راح هو يقول لها الراجل الحمار عارف يقول ايه؟ يقولها مش يقولها ايوه يقول لها لما الحماره هي ولا ايه؟ ها؟ الحماره هي ولا ايه؟ انا سمعت عليه وقعدت اضحك خالك. المهم يا عم بلنجه، وحياة ابوك يا شيخ عايز تيجي تقعد معاي فوق راسي من فوق، مش عايز تقعد معاي ما تجيب سيره الناس يا عم، انا ما بحبش سيره حد زي بعض. طب خلاص تعالي بعد المغرب يا هاني ونفضفض بعد المغرب. يعني بعد المغرب اي بعد الفطار. ما هي الحكايه. ها؟ ما هي الحكايه يا ابوي دي ما فيهاش وزر بعد الفطار. لا هي الحكايه يا راجل تصنت ده حرام يا اخي، يمكن في حد سر ومرته. يعني انا قصدي عليك انت نتكلم في سيره خلق الله يا بعد عمي الفطرة. برضك حرام يا عم بلنجه، يا عم بلنجه ادينا صيام يا عم بلنجه، حتى يعني حرام عليك يا راجل. ربنا كارمك يا راجل يا اخي، حرام عليك ما تجيب سيره حد. ينفع اروح اجيب قول البلنجه قال كذا وكذا انا؟ ينفع؟ لا يعني خلاص يا عم بلنجه لا يا عم بلنجه حرام عليك. قوم يا هاني قوم، بدل ما خلاص هيودع. يا قوم عم بلنجه عايز تيجي تقعد معايا تصلي على الحبيب تقعد، مش عايز تقعد معايا يا عم بلنجه ما تجيش معايا تاني. طيب خلاص. والله ما عاوزك ولا عاوز وشك يا شيخ. يا اخي، ده انت نيله يا اخي يا اخي، اجي لك في الصعيد تيجي وراي، اروح مصر تروح معاي، ايه الحكايه؟ مش عاوزك ولا عاوز وشك يا عم. الواد يا اولاد والله صوته تقول جايين له بديكين في التسعيره المحروق. النبي الواد صوته زي الخول. قول ده يا تاخدك.